السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. موعد مباراة المنتخب العراقي الأولمبي أمام المنتخب المغربي الأولمبي. كمان هنتكلم عن القنوات الناقلة وما هو الغرض من هذه المواجهة. مبدئيا كده قبل ما نبدأ بأي تفاصيل بنحب دايما نبدأ كلامنا بالصلاة على أفضل خلق الله، اللهم صل وزد وبارك على أفضل خلق الله سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. ولو أنت أول مرة تتابعني تنزل بقى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات واضغط على زر اللايك عشان يصلك كل جديد مني بإذن الله. يلا بقى نبدأ، يلا بينا. بسم الله. ما هو الغرض من ودية المغرب والعراق؟ نبدأ كده بالجانب المغربي. الكابتن عصام الشريعي استدعى 28 لاعب، 24 لاعب منهم محترفين في اوروبا في اقوى الدوريات الاوروبيه، انجلترا، اسبانيا، المانيا، فرنسا، حدث ولا حرج، واربعه لاعبين من الدوري المغربي. الكابتن عصام الشريعي هو خلاص فاز ببطوله قاره افريقيا، وهو بطل الحالي لقاره افريقيا، وتأهل رسميا الى اولمبياد باريس. يعني بيستعد لايه؟ بيستعد لاولمبياد باريس بتجربه عناصر جديده، برفع المعدل البدني، بالوصول لافضل واهم تشكيله قبل خوض اولمبياد باريس، وهيخوض مواجهات اخرى سواء الفتره الحاليه او الفتره القادمه مع منتخبات من اوروبا وكمان امريكا اللاتينيه، وبيحاول بقدر الامكان ان هو يرفع من رتم وتصنيف المنتخب المغربي قبل الوصول الى اولمبياد باريس او قبل انطلاق اولمبياد باريس. اما الجانب العراقي فبيستعد من خلال ان شاء الله هذه الوديه مع المنتخب المغربي لخوض نهائيات كاس اسيا المؤهله الى اولمبياد باريس. يبقى لسه هنا نهائيات كاس اسيا على مستوى قاره اسيا هتتلعب امتى؟ في الشهر الرابع المقبل. الكابتن راضي استدعى 26 لاعب في قائمه نهائيه، ومنهم 9 لاعبين محترفين في الخارج. طبعا الموضوع بيفرق كتير جدا. ايوه طبعا الكابتن عصام الشريعي بيعتمد بنسبه كبيره على اللعيبه المحترفه، الكابتن راضي بيعتمد بنسبه كبيره على اللعيبه المحليه. وديه المغرب بالنسبه للمنتخب العراقي وديه هيكون فيها اختبار حقيقي للتشكيله للكابتن راضي، للكادر الفني والتدريبي، لكمان اهميه الاستعداد الجيد لنهائيات كاس اسيا. المباراه هتتلعب امتى؟ يوم الخميس المقبل 12/10 الساعه 10 بتوقيت العراق، 8 بتوقيت المغرب. القنوات الناقله لهذه المباراه الرابعه الرياضيه العراقيه وكمان المغربيه الارضيه هتذيع تلك هذه المواجهه. توقعاتكم يا شباب ايه اللي ممكن يحصل في تلك هذه المواجهه؟ مباراه هتكون باذن الله يعني قويه جدا حتى لو في اطار ودي، ولكن هنشوف فيها منافسه ما بين عرب افريقيا وعرب اسيا باذن الله. كل التوفيق للمنتخبين، نتمنى ان شاء الله متابعه يعني من الشعب المغربي ومن الشعب العراقي، ونعرف كده تنبؤاتكم وتوقعاتكم لهذا اللقاء الواعد. في النهايه بشكر اخواتي واصدقائي على المتابعه الجميله، بشكرك جدا جدا من قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.